النهارده هحكي لك ازاي نفذت امريكا واحده من ابشع التهجير القسري في القرن العشرين. في عام 1965 امريكا طمعت في منطقه استراتيجيه جدا في المحيط الهندي. المنطقه دي اسمها جزيره ارخبيل تشاغوس، لكن امريكا كان عندها مشكلتين متعلقين باحتلال المنطقه دي بدون تنديد دولي. الاولى ان الجزيره دي كانت تابعه لدوله موريشيوس، وموريشيوس نفسها كانت تحت السيطره البريطانيه. طب امريكا عملت ايه عشان تحل المشكله دي؟ امريكا عقدت اتفاق سري مع بريطانيا وموريشيوس، واتفقوا ان بريطانيا هتمنح الاستقلال لموريشيوس، وده مقابل تنازلها عن جزيره ارخبيل تشاغوس. طيب بريطانيا يا فتحي هتعمل حاجه كده ببلاش لله وللوطن يعني؟ طبعا لا. الولايات المتحده الامريكيه هتقدم لبريطانيا تقنيه عسكريه محتاجاها بشده، واللي هي غواصات بولاريس. بعد الاتفاقيه دي خرج رئيس دوله موريشيوس، اعلن للناس كلها بتمسكه بسياده ارخبيل